السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات. عنوان حلقتنا النهارده يا جماعة بيتكلم عن حاجة كلنا بنخاف منها، بس مش كلنا في نفس الوقت بنعمل حسابها. الحاجة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها على كل الناس، بس ما كتبهاش على نفسه. الحاجة دي يا جماعة هي الموت. تعريف الموت ببساطة هو خروج الروح من الجسم. عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور بيقول إيه؟ ما وجدت يقينا أشبه بالشك من يقين الموت. الراجل هنا شايف إن الحاجة الوحيدة اللي إحنا متيقنين جدا إنها هتحصل هي الموت، على الرغم من تيقننا بحدوثه إلا إننا بنعامله معاملة الشك. في عصور ما قبل التاريخ أو عصور الفراعنة بالتحديد، كان الميت لما بيدفن بيتحط معاه مخزن مليان بالطعام والشراب، وكان الأهل هنا أو بمعنى أصح الابن بالتحديد مسؤول إنه يملى المخزن ده كل فترة. طبعا الموضوع هنا للأسف كان مرهق جدا ماديا عليهم، طبعا نظرا لإيمانهم هنا بفكرة البعث والخلود، فكانت لازم الجثة هنا يتم تحنيطها عشان يتحافظ عليها هنا من التحلل. هنا المسيحية هنا بتؤمن بمبدأ اسمه مبدأ القيامة، والقيامة هنا مفهوم معناه اتحاد الروح مع الجسد. أما الفترة اللي ما بين الموت وما بين القيامة، الأرواح هنا كلها بتكون في مكان انتظار، الأبرار في الفردوس والأشرار في الجحيم. الكتاب المقدس فيه تعريفين للموت: الموت الجسدي وده انفصال الجسد عن الروح، والموت الروحي وده معناه انفصال النفس عن الإله. وكمان بيقول إن الموت هو نتيجة الخطية، لأن بما إن الناس كلها في العالم بتخطئ، إذا كل الناس لازم يكون مصيرهم الموت. لا يوجد حياة بعد الموت، مفيش حاجة اسمها بعث او خلود، مفيش حاجه اسمها جنه او نار. واحد بيقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت كده هتكفر. لا استوب يا معلم، ده مش كلامي، ده كلام الملحدين او اللادينيين. كلمه اللادينيين هنا معناها اللي ما لهمش دين بمعنى اصح. خد بالك الملحدين هنا بينطبق عليهم الايه القرانيه اللي بتقول ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يعني هو من وجهه نظره ان مفيش حاجه اصلا اسمها جنة ونار وإله والكلام ده، من وجهة نظره كلام مش منطقي إطلاقا. واحدة اسمها ميلون عندها 28 سنة وشغالة كاتبة، بتقول يا جماعة مفيش حاجة بعد الموت إلا العدم، مفيش حاجة بعد الموت أصلا. أنا هدى اللي عندها 27 سنة بتقول اللي أنا متأكدة منه إن أنا ما أذيتش حد، النهاردة في حياة والموت لما يجي براحته. شايفة من وجهة نظرها إن الموت ده عبارة عن نوم بس من غير أحلام. أما بالنسبة للديانة الهندوسية فدول مشهور قوي عندهم حتة حرق الجثة. بعد ما الجثة تتكفن وتيجي للمحرقة بتاعته بيترمي عليها هنا الورود والزهور، وجنب جسمه كده او راسه بالتحديد بيتحط لمبه او مصباح. وخد بالك الكفن عندهم لازم يكون مكشوف عشان الناس كلها تشوفه، بس من غير لمس للجثه اطلاقا. بعض الناس بتعتقد ان لما يجي سيره حرق الجثه الفكره هنا مرتبطه بالهندوس. تعال اقول لك هنا ان قاره اوروبا المسيحيه عندها دول كتيره جدا بتفضل حرق الجثه بعد الموت. في سويسرا مثلا نلاقي 85% من الناس بيفضلوا هنا عمليه حرق الجثه، بالاضافه ان بيتم احيانا حرق الجثث هناك. 77% من الناس في الدنمارك بيأيدوا الفكره دي، 75% منهم في المانيا، وكمان 73% منهم في بريطانيا. في الولايات المتحده كمان زادت فكره حرق الجثث هنا حوالي 8.9%. الكلام ده بالفتره من 2017 ل 2018. وطبعا ما تنساش الوباء الاشهر اللي خلى حته حرق الجثث دي كانت منتشره قوي هناك، وهو وباء كورونا. انا هنا مش بتخلص من الجثه بس، انا بتخلص من الجثه بما تحمله من فيروس ممكن يعدي اللي حواليه. طبعا فكره الحرق هنا لقيت صدى كبير قوي في اوروبا نظرا لتكلفتها القليله عن تكلفه الدفن العادي. اما عندنا في الاسلام الموت هو نهايه الحياه الدنيا وبدايه الحياه الابديه. الاسلام عندنا ما اكتفاش بانه يحكي لك الا قبل الموت، الاسلام عندنا كمان بيوضح لك ايه اللي بيحصل للانسان اثناء الموت وايه اللي بيحصل له كمان بعد الموت. تصل الكلام ملك الموت بيظهر للانسان وبيبتدي يقبض روحه هنا، ولكن الناس الاشرار او الناس اللي بيعملوا الاعمال السيئه عمليه قبض الروح بتاعتهم بيكون فيها شويه من الالم. خلينا متفقين ان الديانات كلها مع اختلاف مسمياتها اتفقوا ان الموت هو خروج الروح من الجسد، ولكن اعتقد ان الفقد او الموت بمعنى اصح شيء مؤلم في حد ذاته، خاصة لأن معظم اللي بيتكلموا عنه ما جربوش الحقيقة نفسها، ولكن احنا ممكن نكون جربناه إلى حد ما بنقطة بسيطة. إنك لما تفكر إنك تفقد حد عزيز عليك، أخ أو أخت، أب أو أم، أو حتى الأب أو الأم لما يفقدوا طفلهم الصغير حتى لو كان كبير، محدش بيحس بمرارة الفقد هنا إلا اللي جربها. هنا أقول لك بكل الطرق إن الموت شيء مؤلم، إن يتاخد حد عزيز عليك، ما بالك بقى لما تجرب لحظة الموت أنت بنفسك. ساعتها مش هتبقى انت الشخص المبكي عليه او المحزون عليه، ساعتها انت الشخص الوحيد اللي هيحزن على نفسه. لان فكره تقبل الموت عندنا كبني ادمين للاسف مش راضيه ترسخ جوه دماغنا، لان كل واحد فينا بيبص للدنيا على انها ممتده لما لا نهايه ومش هتقف. يمكن ده اللي مسبب لنا مشاكل كتير جدا في حياتنا، ان الموت دايما وابدا بياخد اخر فكره من افكار اولوياتنا في الحياه. النهايه انا خلصت كلامي، ولو الفيديو عجبك وعاوز تشوفنا مره تاني ما تنساش تشترك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عارف ايه اللي اصعب من الموت بجد؟ اصعب من الموت ان انت ما تعرفش انت هتموت امتى وهتموت ازاي.